هنا في مصر. لجنة التظلمات هي اللجنة الوحيدة في الاتحاد المصري التي تصدر قرارات لا توصيات. يعني لجنة شؤون اللاعبين توصيات، لجنة مسابقات توصيات، لجنة الحكام توصيات. تبقى هذه التوصيات في إطار المعنى ده إلى أن يصدق عليها مجلس إدارة الاتحاد المصري تصبح قرارات، إلا لجنة التظلمات. هذه اللجنة الوحيدة التي تملك إصدار القرارات، ولا يملك الاتحاد المصري لكرة القدم التعقيب عليها أو التعديل بالإيجاب أو بالسلب. نفس الوضع في العالم كله، زي ما بقول لحضراتكم بيلجأوا لحاجة اسمها المحكمة الرياضية اللي هتوازي عندنا لجنة التظلمات. لجنة التظلمات دي كأنها محكمة رياضية من مجموعة مستشارين. بتروح بعد كده المحكمة الرياضية في أي دولة في العالم ما بتدلوش، اللي هي المحكمة اللي موجودة عنده في البلد بتاعته، بيرفع الاتحاد الأوروبي. لو ما ادالوش بيروح على المحكمة الرياضية الدولية، و90% من القضايا على مستوى العالم تبدأ بهذا التدرج بتنتهي عند المحكمة الرياضية الدولية. وبالتالي الأمر المتعلق بالنادي الأهلي والنادي المصري، لأنه ده قرر اللجوء وده قرر اللجوء، الاثنين في النهاية مكانهم هو المحكمة الرياضية الدولية، هي تبقى صاحبة القرار الفصل في هذا الأمر. عشان كده لما اتكلمت امبارح قلت إيه؟ لا وقفات ولا احتجاجات ولا مظاهرات ولا أي حاجة هتأثر في حاجة خالص. الأمر في النهاية مرهون بالمحكمة الرياضية الدولية، إيه اللي هتقول الأهلي كذا كذا، المصري كذا كذا، انتهينا سمعا وطاعة. لا يملك الأهلي إن هو يكح ولا يملك المصري إن هو يكح. المحكمة الرياضية الدولية، ومن لا يتبع قرارات المحكمة الرياضية الدولية يتوقف، ما يلعبش كورة، يقعد يبطل كورة. يعني هنا ما فيهاش فتوانة. هنا في مصر احنا اخذنا شويه على الفتوانه، نادي يقول لك انا مش عارف ايه او كذا او كذا، شويه فتوانه موجود. ومع الاسف هذا ارث قديم للاتحاد المصري لكره القدم، حكايه فتوانه الانديه. لكن في العالم ما فيش فتوانه خالص. اتخن واحد زي ارفع واحد، هذا خاضع للقرارات والاحكام، وهذا خاضع. اللي يقول لا اقعد في بيتك يا حبيبي ما بتلعبش كوره، خلاص انت بطلت كوره، يوقفك على المشاركات المحليه ويوقفك على المشاركات الاقليميه. يعني مثلا النهارده نادي من الانديه مثلا، مش هقول لا الاهلي ولا المصري عشان ما يبقاش فيها حساسيه، اي نادي كندش عمل مشكله مع نادي بندش، وكندش وبندش رفعوا المحكمه الرياضيه الدوليه. المحكمه الرياضيه الدوليه ادت قرار على كندش عمل فتوه وقال لك مش هنفذ، اوتوماتيك على طول المحكمه الرياضيه الدوليه خلال الاتحاد الدولي تصدر قرار نمره 1 كندش ما يلعبش في الدوري المحلي. خلاص. طب اذا كندش ده كان قوي قوي في البلد واصر انه يلعب غصبا عن المحكمه الرياضيه، خلاص العب يا حبيبي محلي. بس مصر كلها، انا بفترض ان كندش وبندش دول ناديين في مصر، ها؟ مصر كلها وفقا لقرار الاتحاد الدولي لا تلعب في مسابقات الاتحاد الافريقي خالص. مصر كلها كل انديتها عشان كندش وبندش ما تلعبش في مسابقات الاتحاد الافريقي بالكامل، ولا منتخب كانديه ولا منتخب مصر يلعب في مسابقات الاتحاد الافريقي، ولا انديه مصر ولا منتخبات مصر تلعب في اي مسابقه ينظمها الاتحاد الدولي. ما فيهاش فتوانه، اقصد اقول يعني لا كندش هيقدر يعمل حاجه ولا بندش هيقدر يعمل حاجه في هذا الامر. عشان كده قلنا امبارح وبنؤكد النهارده، نمت في مجلس الشعب ما نمتش، مشيت ما مشيتش، وقفت قعدت، لا قيمة له إطلاقا في القرار اللي هيصدر من المحكمة الرياضية الدولية. كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي النهارده الكابتن أنور صالح